اهلا بكم في برنامج كابتن بيبو لمشاركتك في احداثك الكرويه. هل زيزو العروض اللي جايه له سلم عشان يرجع من بوابه نادي القرن؟ طب هل محمد عبد المنعم كده خلاص مضى مع نادي نيس الفرنسي وهيسافر؟ طب مين هو هيبقى بديل محمد عبد المنعم قلب دفاع نادي الاهلي؟ طب هو كولر عايز ايه بالظبط؟ كل ده هنعرفه النهارده في حلقتنا، بس قبل ما نبدا اعمل لايك وسبسكرايب وكومنت جميل تشجعوني فيه. في البدايه بس يا جماعه هنبدا باخبار نادي الزمالك، نادي مدرسه الفن والهندسه، اللي للاسف معظمها اخبار غير سعيده. بالنسبه للاخبار الجديده، الكابتن احمد ابو الفتوح اتجدد له 15 يوم على ذمه التحقيق. واحب اقول لكم ان في الموضوع ده بالاخص او هقول لكم الخبر زي ما هو بدون اي اضافات ولا تعليقات، لان اصلا الموضوع مش مستاهل تعليقات ولا اضافات. يعني ازمه وربنا يعديها منه على خير. وبالنسبه لضحيه الحادث فربنا يغفر له ويسامحه ويصبر اهله. اما بقى بالنسبه لباقي اخبار نادي الزمالك، فاحب اقول لكم إن نادي الزمالك قرر انهاء التعاقد مع جمال موتيابا وسامسون اكينيولا بالتراضي بينهم وبين بعض. اما بقى بالنسبه لكابتن ابراهيم نضاي، قرر يشكي الزمالك للفيفا ويطالب بمليون ونص دولار. وبالنسبه لكابتن احمد السيد زيزو، جاي له عرض من نادي نيوم السعودي، والنادي عارض على الزمالك 5 مليون دولار و1.5 مليون دولار كراتب سنوي لكابتن زيزو. بس اداره الزمالك رافضه وبتقول انا عايزه 8 مليون دولار واتصرفوا انتوا بقى مع زيزو بعدين، مع العلم ان عقد زيزو اصلا هينتهي في شهر يناير اللي جاي. فهل الزمالك هيخسر ال 5 مليون دولار وزيزو هينتقل يناير القادم كلاعب حر، ولا الزمالك هيتم الصفقه؟ ومن ناحية تانية برضو جاي لزيزو عرض من نادي العربي القطري ب2.4 مليون دولار من نادي الزمالك، و1.2 مليون لزيزو. لكن احب اعرفكم اصلا ان جمهور الزمالك رافض بيع زيزو. فهل العروض دي سلم علشان زيزو يرجع من بوابة نادي القرن ولا لا؟ اما بقى بالنسبه لاخبار نادي الاهلي، فاحب اقول لكم ان صفقه محمد عبد المنعم تمت مع نادي نيس الفرنسي بمبلغ وقدره 4 مليون يورو، ومليون يورو بونص. بس الخلاف هنا بين نادي الاهلي ونادي نيس الفرنسي ان نادي نيس الفرنسي عايز يقسم المبلغ ده على 3 اقساط، ونادي الاهلي رافض وعايز يقسمهم على قسطين بس. يعني النادي الاهلي عايزها ازاي؟ ان لو محمد عبد المنعم وقع في شهر 8 2024 لنادي نيس الفرنسي، فنادي نيس الفرنسي مع التوقيع يسدد 2 مليون يورو، وفي شهر 8 القادم لموسم 2025 يسدد نادي نيس الفرنسي 2 مليون يورو الباقيين. طب مين هو بقى بديل كابتن محمد عبد المنعم؟ هو لاعب المنتخب المغربي اشرف داري، اللي على نفس مستوى كابتن محمد عبد المنعم من ناحيه الرأسيات والمهارات. فندعي بالتوفيق لكابتن امير توفيق باتمام الصفقه بنجاح، لان الصفقه دي حرفيا لو تمت هيبقى الجانب الشمال لنادي الاهلي حرفيا كلهم مغربيين، هيبقى اشرف داري ويحيى عطيه الله ورضا سليم، هتبقى البدايه مبشره يعني. ومن ناحية تانية نادي زد عارض على نادي الأهلي مصطفى العش ومحمد إسماعيل. ومن ضمن تعاقدات برضو نادي الأهلي إن الأهلي بيفاوض جيفن كارلوس المهاجم الأسباني اللي من أصول نيجيرية. من ناحية تانية برضو أحمد عبد القادر هيسافر النهاردة إلى قطر للتوقيع مع نادي قطر القطري، عشان كده مش موجود في قائمة اللعيبة اللي هيلعبوا النهاردة امام انبي الساعه 9 مساء بتوقيت مصر. ومن نفس الناحيه الثانيه برضو ان الاهلي قرر اقاله كابتن خالد بيبو مدير الكره بناء على طلب كولر. والمرشحين للمنصب ده هو كابتن عماد متعب او كابتن محمد شوقي او كابتن وليد سليمان. وبكده حلقتنا تكون خلصت، لكن اخبارنا لسه ما خلصتش. ولو لسه ما عملتش لايك وسبسكرايب انزل اعمل دلوقتي حالا 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 وكومنت جميل تشجعوني فيه. وكان معكم كابتن بيبو ومشاركتك في احداثك الكرويه. سلام.